عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم عبر قنواتكم قنوات الكاس الرياضية، وحلقة جديدة من برنامج قبل اللعب من هنا من استاد لوسيل المونديالي. هذه التحفة المعمارية اليوم التي ستحتضن تحفة كروية رياضية ما بين اثنين من أكبر المنتخبات العربية، المنتخب السعودي والمنتخب المغربي. اليوم سيكون هذا الملعب شاهدا على هذا اللقاء الحاسم والكبير. نعم، نبارك للأشقاء في المنتخب السعودي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ولكن اليوم المنتخب المغربي ينتظر أيضا من هذه المباراة أيضا التأهل. حتى الآن المنتخب المغربي لم يحسم موضوع التأهل، لديه أفضلية على منتخب عمان نعم ب4 نقاط مقابل نقطة، ولكن ينتظر أيضا أن يحقق انتصار في هذه المباراة. منتخبين كبيرين اليوم سيتواجدا في هذا الملعب، والتذاكر نفذت بالكامل وبيعت على مستوى هذا اللقاء. بداية اسمحوا لي اني ارحب بضيفي الدائم نجم منتخبنا الوطني سابقا والنادي الاهلي كابتن مشعل عبد الله. حياك الله يا كابتن مشعل. وتحس اليوم الاجواء من بدري في المترو؟ اول شيء مساك الله بالخير، ومسي عليك ابو عوف، ومسي على مشاهدين قنوات الدوري والكاس. اكيد اليوم الاجواء من المترو، شفنا انا من ساعه اشوف سنابك، ترى اشوفك مع الجمهور المغربي اكثر من السعودي. اي لان السعودي لا، السعودي هو جاء متاخر، ولكن المغربي هم كانوا جاهزين وطالعين فجينا صورناهم، ولكن المنتخبين جماهيرهم حاضرين بشكل جيد، ونتمنى تطلع المباراه بالحدث اللي صراحه يليق واللي شفناه خارج الملعب. لكن اهم شيء ما تكون انت مايل للسعوديه اكثر من المغرب. لا اكيد اليوم احنا نشجع كل الفرق، اليوم بطوله عربيه اليوم. نتمنى ان تنجح في الاول الاخير من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الجماهيريه. من الناحيه الجماهيريه ما في خوف عليها، ولكن الفنيه نطمح ان تكون افضل. نعم اكيد. في نفس التوقيت تمام الساعه 8 مساء بتوقيت الدوحه ومكه المكرمه ستقام مباراه اخرى ضمن المجموعه الثانيه تجمع المنتخب العماني الشقيق امام منتخب جزر القمر ايضا الشقيق، او جزر القمر عفوا، لان من الاخطاء الشائعه جزر القمر صح، هي الصحيحه جزر القمر. فننتقل مباشره الى الساعه 9/7/4 ايضا واحد من الملاعب الجميله لكاس العالم 2022، وهذه المره مع سهيل بن عمر صح؟ تفضل سهيل. شكرا عبد الرحمن. إذا من ملعب 9/7/4 سنتابع بعد ساعة ونصف من الآن تقريبا هذه المباراة لحساب المجموعة الثانية بين المنتخب العماني ومنتخب جزر القمر. بطبيعة الحال جزر القمر للتصحيح، لأنه هذه المعلومة صححت جزر القمر. بطبيعة الحال مباراة مهمة جدا للمنتخب العماني الذي يبحث عن انتصار، والعنوان لا غير الانتصار وانتظار أيضا. إذا المباراة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب السعودي. على كل هذه المباراة ربما ستسير بالنسبة لمنتخب جزر القمر ستسير بكل أريحية. منتخب من دون ضغوطات، منتخب يفتقد عبد الرحمن إلى أبرز لاعبين الذين غادروا إلى فرنسا. أتحدث عن أمير زيد وهو نجم المنتخب، وأيضا اللاعب زكواني. مباراة قلت دون ضغوطات نفسية، ربما قد يحدث المفاجأة في حين المنتخب العماني مطالب عبد الرحمن بالفوز في هذه المباراة. المنتخب العماني يذكر أنه في 5 مواجهات رسمية أخيرة لم يسجل إلا في مناسبتين. إشكال على مستوى خط الهجوم، ربما قد تحسم الأمور اليوم لمصلحة المنتخب العماني. على كل نستبق الأحداث، وسأعود إليكم عبد الرحمن لاحقا مع بعض التصريحات قبل انطلاق المباراة. شكرا لك سهيل، كل التوفيق ان شاء الله لكلا المنتخبين سواء المنتخب العماني او حتى جزر القمر في هذه المباراه. منطقيا الان السعوديه طبعا صعدت، منطقيا المغرب هي الاقرب للتاهل على اعتبار ان عندها 4 نقاط مقابل نقطه لعمان. مشعل خلينا نتكلم شوي عن حسابات المجموعه الثانيه. السعوديه خلاص متاهله، ولكن شنو الحسابات؟ هل المغرب فعلا اقرب؟ ممكن عمان تسوي المفاجاه مثل ما تعادلت مع المنتخب المغربي في المباراه الماضيه؟
شوف ورقيا خلينا نكون واقعيين، المنتخب المغربي اقرب اللي سمعناه احنا، حتى في المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي مبين انه ممكن يراحة بعض اللاعبين المهمين اللي مثل افضل لاعب في اسيا سالم الدوسري او حتى محمد كنو. اليوم المنتخب المغربي عنده غياب واحد، واحنا عارفين طارق حمد الله في المباراه الاخيره ضد اللي شارك اساسي في المباراه الماضيه، انا من وجهه نظري اشوف المنتخب المغربي هو الاقرب التاهل، لان حتى التعادل يكفيه كثاني يصعد. المنتخب المغربي محتاج انه يسجل اهداف على جزر القمر. جزر القمر من المنتخبات ترى الصعبه، ممكن ما فاز ولا مباراه نشوفها، ولكن حتى ضد المنتخب السعودي ضد المنتخب المغربي ادى ترى اشواط ثانيه من اجمل الاشواط، وشفناه حتى في التصفيات اللي كان متخلف على المنتخب اليمني وقدر يتغلب عليه. وعلى حسب ما سمعت مشعل ان منتخب جزر القمر المشارك حاليا مو هو المنتخب الاول او الاساسي، على اعتبار ان هناك لاعبين محترفين في اوروبا. صحيح، اتفق معك. اليوم ولا نروح بعيد، عندنا سليماني اللي في نجم نادي قطر اليوم المحترف، المفروض انه يكون، ولكن اليوم هاللعيبه نفس المنتخبات المغربي او الجزائري او التونسي اللي لعيبتهم الاساسيين اللي في اوروبا عشان بطوله افريقيا. تعرف انت التزامات اللعيبه مع الانديه الاوروبيه صعبه انه يجيك بطوله العرب وبعدها بعد يغيب بعد في بطوله افريقيا. يمكن من المنطقي مش ذكرت قبل شوي نقطه انه ممكن ما نشوف السعوديه تلعب بالفريق الاساسي، وهذا شيء منطقي على اعتبار انه راحه اللاعبين لدور ربع النهائي، وهذا شيء منطقي. لكن اليوم المنتخب المغربي هل بيكون تحت الضغوط بوجهه نظرك، او انه بالنسبه له اذا السعوديه شاركت بالصف الثاني، حتى احنا ما نعرف التشكيله لحد الحين، اذا شاركت السعوديه بالصف الثاني هل تعتبر مباراه سهله؟ لا، احترامنا حتى للاعبين الموجودين في الفريق السعودي. مش مباراه سهله، حتى لو شاركوا، لان اليوم شفنا البدلاء وشفنا المنتخب السعودي عنده لاعبين على اعلى مستوى الدكه ممكن ما يغلون. اليوم حتى اذا غاب سالم في اللاعب اللي عوضه، فغاب محمد كنو، وشفنا احنا حتى فتره طويله محمد كنو ما كان من اللعيبه الاساسيين. فاليوم المنتخب السعودي عنده دكه بدلاء قادره انه تسوي الاضافه، وبالعكس انا من وجهه نظري يراح اللعيبه، لان المدرب حتى في مشواره للبطوله وكاس العالم انه يكون شاف اللاعب البديل والاساسي في نفس المستوى. من الساعه وين كنت؟ كنت في الريل صح؟ في الريل. ايش رايك نروح للريل؟ توكل على الله. محمد مخلوف تفضل. من فضلك حياك الله، يا مرحبا، مسي عليكم بالخير وعلى مشاهدين قنوات الكاس الرياضيه. نعم، متواجد في محطه قطار لوسيل، اخر محطه قبل الدخول الى الملعب، مواجهه المغرب والمملكه العربيه السعوديه. اليوم حاليا مع الجمهور المغربي. حياكم الله، يا مرحبا. ابدا معك. حياك. انت نقعتك شوي. حياك الله، يا مرحبا. يا مرحبا. حياك اليوم ولا طيبين. اول شيء قول لي من وين في المغرب؟ انا معك من المغرب، من الرباط. رباطي. إيه؟ عاصمه. اي نعم. حياك الله، يا مرحبا. يا مرحبا شيخ. والله صعبه اليوم ان شاء الله. شوف، اول شيء بنحيي دوله قطر، احنا كمقيمين الحمد لله المستفيدين من كل شوف، الحمد لله المغرب وقطر هم اللي خالقين الانجاز. كيف قطر انا بتسوي الانجازات والتظاهرات، والمغرب الحمد لله بيرفع رايه العرب وافريقيا يعني دائما في المحافل. ان شاء الله اليوم السعوديين شايفينهم متحمسين، ولكن متحمسين كثير، متحمسين واجد. متحمسين وايد. ليش؟ لانهم مساكين. يعني صار اول شيء احنا اول من المنتخبات يتاهلوا كاس العالم، هم متاهلين من الملحق. ثاني شيء انهم يعني صار لهم زمان مش محققين انجازات. احنا وصيف بطل العالم، ابطال العالم في الكلام عن المباراه هذه الليله اليوم، يعني زي ما بنقول بالمثل المغربي، الميدان يا حميدان. موفقين ان شاء الله، وحنخليهم يرجعوا يشجعوا المغرب، عشان هم كانوا قبل دائما مغرب الحين سعودي. الميدان يا حميدان هذه مش مغربيه، هذه محليه. ها لا، هذه اعطنيها بالدارجه المغربيه. ميدان حميدان. الميدان يا حميدان. ها هضره بزاف الزنقه ولا هضره في التيران، احنا غنجيبوهم في التيران الفيران وكاين غير الوداد والمغرب، وديما المغرب واليوم مربوحه وراه احسن لهم الشرف. اليوم غادي يلعبوا مع بطل العالم، يعني كنلعبوا مع الواحد اللي لعب في نصف النهائي، يعني في المربع الذهبي، يحسن لهم الشرف. وبقول لهم كيف قال صديقي الميدان يا حميدان، اليوم غادي يقولوا قلتوا هاتوا المغرب، غنقول لكم اش غيدير لكم اليوم، غادي ياكلكم. هما كيهضروا بزاف، وحنايا غنسكتوا، ولكن في التيران غناكلوكم. يا تاكلوهم. مرحبا وسهلا، اهلا وسهلا. الحمد لله. انت عودنا عليك من ايام كاس العالم وانت موجود. ترازه موجوده الحمد لله. شوف، احنا هم يتكلموا هاتوا المغرب، احنا هاتينا الى الملعب ان شاء الله،
ان شاء الله. نحن من جمعيات يعني من رابطه المشجع المنتخب، خلونا نتكلموا. نحن من رابطه المشجع المنتخب المغربي، والحمد لله ديما مغرب، والحمد لله جينا لهنايا باش نعطيهم درس كره القدم. لان شوف تعرف الاسد المغربي جاي من افريقيا، جاي ما اكل الحلوى العمانيه، لكن حياكل كارثه. ان شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق لاسود الاطلس، ونروح الى عبد الرحمن الاشقر. عندك يا زميلي، عندك يا ابو حمد. شكرا لك محمد المخلوفي. إذن هاي كانت الأجواء الجماهيرية ما قبل تقريبا ساعة ونصف، أو بالضبط ساعة ونصف من انطلاق هذه المباراة. مشعل، يعني غالبا بعيد عن الأمور الفنية والتكتيكية، أكيد اليوم ربعنا في برنامج المجلس بيتحدثون فيها بإسهاب، لكن في مثل هذه المباريات اللي تحدد مصير منتخب، أنتم كلاعبين سابقين لما كنتوا تمرون بنفس الظروف، كيف تحضيركم لمثل هاي المباريات؟ اكيد التحضيرات هي اكيد النفسيه والتكتيكيه، هاي العوامل لها اوامر كثيره، لان المدربين في مدربين يلعبون بطريقه غير عن المباريات الثانيه، خاصه بالحسم. في لعيبه خبره عارفه. اتوقع المنتخب المغربي والمنتخب السعودي من المنتخبات المتمرسه، حتى المنتخب المغربي حتى لو في الصف الثاني اثنيناتهم منتخبات كبار، لا ومتمرسين، يعني كاس عالم، يعني حتى في بعض اللعيبه في المنتخب المغربي الصف الثاني لاعب كاس عالم، لاعب بطوله افريقيا، فاي شيء عنده امور عاديه صارت. ممكن رهبه المباراه في اول 10 دقائق ربع ساعه، ولكن خلاص تنسى. هي الضغوطات تكون على الجمهور، على اللاعب الثاني ممكن اللي في دكه الاحتياط او اللاعب اللي خارج التشكيله، هي تكون عليه ضغوطات اكثر. شايك نروح المغرب، توكل على الله. نور الدين علي من المغرب والجمهور المغربي اللي يتطلع ايضا لهذه المباراه. تفضل نور. شكرا لك زميلي عبد الرحمن. طبعا الجمهور المغربي يترقب وينتظر بشغف كبير جدا مواجهة المغرب أمام المنتخب السعودي. 4 نقاط في الرصيد اليوم. العناصر الوطنية تكفيهم فقط التعادل من أجل بلوغ الدور الثاني، لكن المغاربة يمنون النفس في انتصار سيعيد الثقة للجمهور المغربي، خاصة بعد الأداء المخيب للأمال أمام المنتخب العماني. وبالتالي اليوم لا مجال سوى الانتصار، والجماهير المغربية تطالب المدرب طارق السكتيوي من أجل أن يظهر بوجه مشرف في استاد لوسيل لكي يعيد الاعتبار لكرة القدم المغربية. يتواجد خلفي مجموعة من الجماهير التي تترقب منذ ساعات ضربة الانطلاقة لهذه المواجهة المرتقبة في استاد لوسيل، وأكيد كلها أمل لكي يكون الانتصار بألوان أسود الأطلس. أبدأ من على يميني، مرحبا بك عبر قنوات الكاس. كيف تشوف أداء المنتخب المغربي اليوم أمام المنتخب السعودي، وهل تتوقع بأن المغاربة قادرون على تحقيق الانتصار أمام متصدر المجموعة؟ اهلا بك نور الدين، تحيه اليك ولجميع متابعي قنوات الكاس. اذا مباراه حاسمه، مباراه مفصليه امام المنتخب السعودي. من المؤكد انها لن تكون سهله على الاطلاق. المنتخب السعودي يلعب بالمنتخب الاول تحت قياده المدرب الفرنسي الكبير هيرفي رونار، الذي يعرف كره القدم المغربيه محليا ودوليا حينما خاض تجربه مهمه هنا بالمملكه المغربيه. اكيد ان طارق السكتيوي سيستفيد من المباراه الماضيه امام المنتخب العماني. طارق السكتيوي دائما ما يجد مشاكل بسيطه في الانسجام لكن يعالجها، وهذا هو الإيجابي فيه. أمس في المؤتمر الصحفي أكد أن المنتخب الوطني المغربي جاهز لخوض هذا اللقاء. أكد أنه استخلص الدروس من مواجهة المنتخب العماني التي كانت صعبة جدا. المنتخب العماني لعب يعني ببلوك با كما نقول، أركن يعني عدل الدفاع بشكل يعني كبير، حاول أن لا يتلقى أي هدف. شكرا. أعطينا توقع النتيجة. اتوقع هدفين نظيفين للمنتخب الوطني المغربي. هدفين نظيفين، شكرا. معي ايضا مشجع اخر، كيف تتوقع مباراة اليوم وكيف ستكون النتيجة؟ كنتوقع هذه المباراة تكون صعيبة بزاف، وان شاء الله المنتخب يجيب لنا 3 النقاط ديالنا باش كافينا التعادل نتأهلوا. كنتوقع 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وديما مغرب ان شاء الله. طبعا الجماهير المغربيه متفائله بتحقيق الانتصار اليوم امام الخضر في مواجهه هي الاهم في البطوله العربيه حتى الان. عوده من جديد للزميل سهيل في ملعب 9-7-4.